عمرو دياب ما كانش ليه اي دور في الاغنيه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه عمرو دياب الجديده وابنه عبد الله، اغنيه يا ليل من الاعلان الجديد بتاع فودافون. الاغنيه لسه نازله كامله، قلت اطلع اتكلم عليها معاكم. يلا بينا. اغنية عمرو دياب الجديدة واغنية يا ليل هو ابنه عبد الله. الاغنية من كلمات امير طعيمة ومن الحان عمرو دياب نفسه ومن توزيع احمد ابراهيم. سمعتها في الاول، قعدت مدة كبيرة جدا في الميوزك، كمية شغل في الميوزك رهيب جدا جدا. موزع احمد ابراهيم من الموزعين تقال جدا، ودايما بيعمل توزيعات بتروح في حتة تانية خالص. وخدوا بالكم من حاجة، ان الاغنية اللي زي دي اللي عمرو دياب عاملها هي في حتة تانية، ان هي تتسمع بره، ان هي تشتغل بره، ما تتسمعش عندنا هنا في مصر كتير. انها الاغنيه دي تحسوا ان هي معموله فيرجن كده مخصوص للاغاني اللي تمتد لعمرو دياب في بره، مش في مصر تحديدا. انا سمعتها في الاول حسيت ان هي يعني مش هتبقى لينا احنا اكتر، هتبقى الاجانب بره وهتتصدر الاغنيه دي بره، والمفروض ان هي تنتشر بشكل كبير. من ضمن البدايات بتاعتها كان عبد الله، كان ابتدى ان هو يغني، وكان صوته في الانجليش كان رائع جدا، وانا كنت مبسوط جدا وانا بسمع صوته في الاغنيه. انا ما كنتش اصلا مصدق ان انا او اتخيل ان انا اعمل ريفيو على عمرو دياب وابنه في اغنيه واحده، ان هما الاثنين يبقوا مع بعض في نفس الاغنيه ويجمعهم مع بعض عمل واحد. دي حاجه كبيره جدا، وعبد الله انا شايف ان هو اتفوق على نفسه، دوره في الاغنيه بشكل كان كويس جدا وما كانش مضايقني خالص، بالعكس انا كنت مبسوط. بس كنت شايف ان الاغنيه كان بالنسبه لي كان ممكن تطلع اقوى من كده شويه. شايف ان عمرو دياب دوره كان مهدور شويه في الاغنيه، يا دوب كان كوبليه اخير بس لعمرو دياب، وكان عمال يكرر فيه كل شويه. فدي حاجه بالنسبه لي كانت من ضمن السلبيات في الاغنيه. الدور بتاعه بشكل اكبر من كده، مش يطلع بس في اخر الاغنيه بكوبليه ويكرر فيه كذا مره. دي بالنسبه لي كان من ضمن السلبيات. الاغنيه بالنسبه لي كلحن لعمرو دياب، اللحن كان حلو جدا. عمرو دياب من الملحنين الكبار، من الناس الكرييتيف جدا في شغلهم. ان هو عمرو دياب من زمان جدا بيلحن لنفسه بس مش بشكل كبير. يعني احنا لو شفنا الفتره الاخيره عمرو دياب ما بيعملش شغل كتير، دايما بيركز ان هو يطلع الاغنيه بشكل كويس وتبقى حلوه للجمهور ويقدم مزيكا كويس، لكن ما بشوفوش كتير في حته ان هو يلحن لنفسه زي زمان. فدي حاجه كويسه من عمرو دياب، وشايف ان هو ادى اضافه للاغنيه جدا من حيث اللحن. كلماتها كانت من امير طعيمه. امير طعيمه شاعر كبير جدا، وشاعر انا بحبه جدا وبوجه له كل تحياتي لو هو بيشوفني. انا دايما بستنى شغله من وقت للتاني، وكان بقاله سنين كتير جدا ما اشتغلش مع عمرو دياب. بالنسبه لي دي من ضمن السلبيات، ان ليه شاعر بحجم امير طعيمه ما يعملش اغاني كبيره بعدد كمان مع عمرو دياب في الايام اللي جايه؟ ليه ما يعملش معاه شغل كتير؟ بجد الشاعر كبير جدا وبيعمل شغل حلو. انا شايف ان الاغنيه دي راحت في حته كويسه جدا، دايما هتشتغل في الحتت اللي بره وهتبقى علامه لعمرو دياب، لكن مش هتبقى هنا عامله صدى كبيره، مش هتنجح قوي الا للناس اللي بيحبوا الاغاني اللي من النوعيه دي. والبيت اللي كان معمول فيها كان حلو قوي. توزيع كان من ضمن الايجابيات في الاغنيه، كان رايق جدا وشايف ان هو كان يليق بالاغنيه. توزيع بالنسبه لي وداها في حته تانية خالص. التوزيع كان اضافه كبيره جدا من احمد ابراهيم، ان هو عمل كان حلو جدا. عمرو دياب ابتدى مع بنته كنزي لو تفتكروا في 2020 في ألبوم سهران، لما عمل معاها اغنيه جميله. الاغنيه دي انا بالنسبه لي كانت من احسن اغاني ألبوم سهران، وكانت من ضمن الاغاني اللي كانت عامله شغل وكان محدش متضايق منها، وكانت بتغني انجلش برضه. فدي حاجه بالنسبه لي كانت حلوه قوي، ان الاغنيه دي تتصدر بره، ان هي تتسمع بره اكتر، ان هي تطلع البلاد التانية، مش ان هي ممكن تنتشر هنا في مصر بشكل كبير. وطبعا هي هتنجح هنا في مصر عشان عمرو دياب، عشان عمرو دياب اسم كبير. وبرضه الاغنيه تستاهل على فكره. انا شايف ان هي من الاغاني الجميله جدا لعمرو دياب، وناس كتير جدا طلبت مني في الكومنتات في الحلقه الاخيره ان انا اطلع اعمل لكم عليها ريفيو واقول لكم رايي في تقييم الاغنيه. 7/10. الاغنيه كانت كويسه، توزيعها كان روعه، من اقوى الحاجات اللي في الاغنيه بالنسبه لي كانت التوزيع. الكلمات كانت كويسه من امير طعيمه، لكن انا شايف ان دور عمرو دياب كان المفروض يبقى اكتر من كده في الاغنيه. وفي ناس هتطلع تقول لي عمرو دياب ما كانش ليه اي دور في الاغنيه. احمد ابراهيم موزع كبير ونقل الاغنيه في حته بعيده وحته حلوه، واقول له شابوه جدا احمد ابراهيم من الموزعين التقال. والكلمات كانت كويسه، لكن الاقوى حاجه بالنسبه لي في الاغنيه كان التوزيع. اللحن كان قوي من عمرو دياب، انا ما انكرش برضه ان اللحن كان حلو. ممكن انا ارجع اسمعها تاني، انا ممكن ما اظنش ان انا اسمعها، ممكن اسمعها مره او مرتين. مش دي الاغاني اللي انا ممكن ارجع اعيدها لعمرو دياب تاني وانا اسمعها مع الوقت. انا شايف ان هي اغنيه سمعتها مره مرتين، ممكن لو انت في قاعده في سهره في مكان والاغنيه شغاله هتعمل مود ان هي جامعه ما بين الانجليش والعربي، اللي هو
عبد الله وعمرو دياب. قولوا لي تحت رايكم في الاغنيه. وده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد وبتشوف اشتركوا وفعل زر الجرس واعملوا لايك عشان كمان في محتوى اللي قدامه اكتر واكتر. وشارك في كل مكان لكل اصحاب قناه الفطار. ما تنسوش اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. شكرا.